السلام عليكم حبايب قلبي، اولى اعدادي، عاملين ايه؟ درس الانشاءات الهندسيه على قد ما هو سهل على قد ما هو عامل مشكله لبعض الناس. انا جايه النهارده ابسط لك تنصيف الزاويه وتنصيف القطعه المستقيمه. الحصه اللي جايه او الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعلمك ازاي ترسم مثلث بكل الطرق. طيب اول حاجه كده بسم الله. هنا بيقول لي ارسم زاويه اسمها اي بي سي قياسها 100 درجه. طيب واحده واحده كده. اول حاجه يا مس برسم قطعه مستقيمه تحت اهي بالمسطره، وبعدين همسك البرجل، قصدي المنقله، همسك المنقله عشان اعمل زاويه. طيب انا عندي يا اما اقف هنا يا اما اقف هنا، يا اما الزاويه تبقى كده يا اما الزاويه تبقى كده براحتي. لو مثلا هشتغل من هنا اظبط الصفر بتاعي تبقى هنا كده بالظبط، والخط بتاع الصفر يكون مع الخط اللي انا رسماه كده مظبوط اهي. وبعدين يا مس امشي من جوه ولا من بره؟ ما انا تدريجة المنقله عندي اتنين، في واحده جوه وواحده بره. بص على الصفر بتاعك، الصفر بتاعه هنا ومسه. طبعا مروحش للصفر اللي هناك ده بعيد، بشتغل مع الخط معايا. طب الصفر هنا انا عايز 100، افضل ماشي عند ال100. فين ال100؟ 100 هنا. وبعدين اوصل بقى، اوصل القطعه المستقيمه دي من النقطه اللي انا رسمتها كده. انا رسمت زاويه قياسها 100. طيب وبعدين هي الزاويه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هنا بي وهنا سي، يبقى الزاويه اسمها اي بي سي. طيب وبعدين يا سنه اولى، عشان انصف انا محتاجه استخدم البرجل. طيب هفتح فتحه ايه يا مس؟ يعني حلوه كده، اي فتحه انت عايزها، واقف عند راس الزاويه بتاعتي وليكن مثلا هنا. تمام، ظبطتها. واعمل قوس فوق وقوس تحت بنفس الفتحه ما تتغيرش، قوس فوق وقوس تحت. وبعدين اشيل البرجل، اجي اقف عند القوس اللي انا عملته ده، واعمل نفس الكلام، قوس هنا وقوس الناحيه التانية. انا وقفت فين؟ او وقفت عند التقاطع بتاع القوس ده مع القطعه المستقيمه دي، والقوس ده مع القطعه المستقيمه دي. وقفت هنا عملت قوس فوق، وقفت هنا عملت قوس فوق. طيب وبعدين يا مس هوصل مين لمين؟ تقاطع القوسين ده براس الزاويه عندي اهي. بس كده انا وصفت بكل بساطه. طيب مش هي 100 يا مس؟ لما اجي اقيسها لازم تطلع كام وكام؟ والله يا مس هي 100، لما اجي اقيسها لازم تطلع 50 و50، صح ولا ايه؟ اهي دي 50 ودي 100، كده انا مظبوط. تمام، صعبه دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ارسم قطعه مستقيمه اسمها اي بي طولها 8 سنتي. نكتب دي بس ال50 الاول اهي، ودي 50، لازم دي قد دي. طيب قطعه مستقيمه طولها كام؟ 8 سنتي، لازم بالمسطره يا مس؟ لازم بالمسطره. يعني احط المسطره، انا عايزه 8 سنتي، اقف من عند الصفر الى ال8. طيب وقفت كده 8 سنتي يا مس. وبعدين همسك ايه بقى؟ هي القطعه اسمها ايه الاول؟ القطعه اسمها ايه؟ بي. همسك البرجل، افتح فتحه اكبر من النص بشويه. هو النص كام؟ مش هي 8؟ نصها كام؟ 4، يعني فتحه اكبر من ال4. طب لازم اقيس؟ لا مش شرط، من الرسمه كده بعمل كده. حلو قوي اهي، طبعا شكلها اكبر من النص، حلو قوي. هقف عند الراس بتاعتي عند ايه، اظبط مكاني اهو، واعمل يمست قوس فوق، وزي ما انا متحركش اعمل قوس تحت. يبقى زي ما انا عملت قوس فوق وعملت قوس تحت. خلاص شلتها، اجي عند بي بس ما غيرش، بس البرجل نفس الفتحه عندي ما تتغيرش، ثبتها اهو. وبعدين نفس الكلام هعمل يمست قوس فوق وعند من يمست قوس تحت. يبقى انا عملت قوس فوق وقوس تحت. لو خدت بالك هتلاقي القوسين هنا والقوسين هنا تقاطعوا، يبقى انا وصل التقاطع ده بالتقاطع ده اهو. بس كده، كده انا وصفت القطعه المستقيمه اللي اسمها اي بي. طبعا اللي انا عملته ده اسمه محور تماثل. يعني ايه محور تماثل؟ محور تماثل بتاعي بينزل ينصف، ولازم يكون عمودي، لازم. طيب هي كانت كلها كام؟ كانت كلها 8، بقت كام يا مس؟ كده 4 و4 اهي مظبوطه اهي، دي 4 ودي 4، بس يبقى دي 4 سنتي ودي 4 سنتي. بس كده. استنوا الفيديو اللي جاي ازاي نرسم مثلث. مع السلامه.